السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل مدة كنت ذهبت عند حلاق لأقص شعري، فما إن شرع في عمله حتى انهال علي بتلك الأسئلة الفضولية التي اعتدناها من بعض الحلاقين إلا من رحم ربي. فسألني يعني عن ماذا أدرس وماذا أفعل، فقلت له أنا يعني أطلب العلم وأحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل عن حسن نية. فما إن رنت هذه الكلمة في أذنه حتى انهال علي بالشبهات من كل حدب وصوب. شبهات حول صحيح البخاري، شبهات حول الفتوحات الإسلامية، شبهات حول رضاع الكبير، مرورا بيهود بني قريظة. لا تسأل عن كمية الشبهات التي انهالت على أذني في ذلك اليوم، وأنا كنت أجيبه يعني بما فتح الله علي وبما أسمعه من المشايخ وبما درسته والحمد لله. فوالله خرجت من عنده وقلبي يعتصر ألما. قلت هذا يعني أنا الحمد لله ثبتني الله عز وجل أمام تلك الشبهات ورددتها ردا، وهي شبهات واهية. وأنا قلت له هذه الشبهات التي تقولها الآن أجاب عليها العلماء منذ قرون، هم يعيدونها وينقلونها من المستشرقين ومن مواقع التنصير وما إلى ذلك، ويلوكونها ويتواصون بها ولا يملون من تكرارها. سبحان الله العظيم، يعيدونها رغم أن العلماء قد أجابوهم عليها. لذلك فإن من أوجب الواجبات في هذا الزمان هو يعني أن يكون للإنسان باع في طلب العلم وباع في الاستماع إلى المشايخ حتى يكون له درع واق أمام هذه الشبهات. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.